السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة محمد الطيور المصرية، وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لأول مرة شفنا على اليوتيوب فضلا وليس أمرا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أشعار بكل فيديو جديد. أتمنى توحد الله وتصلي على النبي. في تعليق طبعا توقعات سوق جمعة غدا إن شاء الله. طبعا هنتكلم عن الأسعار الطيور وعن الطيور المطلوبة بشكل عام في سوق الجمعة غدا إن شاء الله في السيدة عائشة. طبعا قبل ما نخش في موضوع الفيديو، أتمنى الناس اللي هي بتتابعني يعني تاخد بالها من الكلام اللي انا هقوله الفتره اللي جايه، لان طبعا انت طبعا زي ما عارفين ان حركه السوق وحركه التصدير ده وارد على اي مصدر او على اي دوله او على اي حد. ممكن ان التصدير يقف بشكل عام في الطيور، وده اللي انا ملاحظ ان الفتره اللي جايه ان ممكن التصدير. طبعا الناس اللي بتتابعني وتتابع فيديوهاتي اكيد هي عارفه الكلام ده والكلام اللي انا بقوله ان شاء الله. طبعا احتمال في لم هيكون في لم برضه، ما زالت الطلبات مفتوحه، بس انا بقول حذار يعني ان الفتره اللي جايه ممكن التصدير قبل رمضان يقف الفتره اللي جايه. فانتوا يعني يا ريت الناس تخلي بالها الفتره الجايه دي. اللي عنده طيور كتير وحابب ان هو هيتمسك او مستني ان الاسعار ترفع، فده مش هيكون في ارتفاع في الاسعار. فانت لو عاوز تخف نسبه من الطيور ابدا خف دلوقتي، لان مش هيكون في ارتفاع في الاسعار قوي. وممكن على رمضان او على الفتره اللي جايه ممكن التصدير يقف ويشتغل بعد العيد تاني، بعد شهر رمضان يعني. تمام. وممكن يفضل شغال، بس احنا توقعاتنا للسوق وكلامنا مع التجار وكلامنا مع الهواة الناس الكبيره ان ممكن التصدير يقف في الفتره اللي جايه ديت. فيا ريت وحذاري خلي بالك ان ممكن الفتره اللي جايه لو مفيش ارتفاع في الاسعار ممكن التصدير يقف. عشان تتمسك وترفع اسعار طولك ممكن التصدير يقف. فتعمل ايه؟ انت خف طولك وسيب حاجه على قد تكلفه الاكل او على قد مقدرتك، الحاجه اللي انت تقدر تاكلها. تمام. ولكن عشان ما نطولش في المقدمه نخش في موضوع الفيديو على طول. طبعا المطلوب معانا بكره ان شاء الله في سوق الجمعه طبعا الكوكتيل بجميع انواعه، ومطلوب كمان الشبابات. يعني مطلوب من الكوكتيل الالبينو، والالبينو عليه لم الجمعه الجايه ديت اللي هي غدا. يعني مطلوب كويس ومطلوب كتير قوي الالبينو، كوكتيل البينو. والشبابات الاخرى كمان كانت مطلوبه. تمام. اللاتيني كمان مطلوب والشبابات مطلوبه. الحبشي مطلوب والشبابات بتاعته مطلوبه. ولكن مش هنتكلم في الاسعار، لان طبعا احنا الاسعار مش هنقدر نحددها الا من خلال لما نشوف السوق بكره هيكون في ايه ان شاء الله، ونقول الاسعار فيها ايه. طبعا الكوكتيل بطفراته بجميع طفراته كلها ملمومه، والشبابات رخره عليها لم. تمام. بالنسبه كمان الزياده ان الالبينو رقم واحد ومطلوب كويس قوي، يعني لحد هينزل بقى البينو السوق يا ريت يخلي باله لان الالبينو مطلوب قوي الجمعه الجايه ديت، وما الناس كتير محتاجاه. يعني اللي عنده حاجه يبدا يرفع سعرها بالذات للالبينو. والشبابات الالبينو مطلوبه ومش موجوده. تمام. دي العصافير اللي هي مطلوبه الجمعه الجايه ومش موجوده. تمام. الرز بجميع انواعه ما عدا الاخضر. تمام. زي ما شفنا في الفيديوهات السابقه، واتكلمنا عن الرز وعن الكوكتيل وعن الاسترالي. الاسترالي مطلوب فيه المستويات العاليه بالنسبه للانصاص. مستوى الانصاص مطلوب، بس الاحجام الكبيره فيه الفلل الشوشه وكرك كل ده مطلوب. شوشه وكرك وفلل انصاص استرالي فواتح فقط وعلى 75 جنيه. اللاتيني والالبينو برضو مطلوب على 80 جنيه او 85 جنيه بحد اقصى، بيختلف اللم من تاجر لتاجر. تمام. لحد كده في حاجات كمان لازم احنا نقولها لكم ونعرفها لكم. احنا كنا بنتكلم الفتره اللي فاتت عن التمسكوا بالاسعار. لا، انت دلوقتي لو الاسعار ديت مناسبه معاك ان انت تبيع بيها الحق بيع بيها. يعني الناس حتى لو ما نزدحمش برضه في السوق، ونبدا ان احنا من خلال الفيديو ده نبدا ان احنا نحاول ان احنا نصفي طولنا كلها بشكل عام، عشان خاطر قلنا التصدير ممكن يقف. لا، احنا نعمل ايه عشان ما ننزلش برضه بطول كتير في السوق؟ ننزل بنسب. يعني مثلا كل جمعه نبدا نخف من الطيور. انا عندك 10 تجواز بيع الجمعه دي 3، والجمعه الجايه 3، يبقى انت بس نفضل عندك 4. هتبدا ان انت يبقى يكون مثلا ما سبتش الطيور الفتره اللي هيكون التصدير واقف فيها او يكون اللم خفيف فيها من الطيور. تفضل تاكل 10 تجواز، وفي نفس الوقت الحبوب غاليه. يبقى انت هتاكل ال 10 تجواز وفي نفس الوقت مش هيكون فيه ارتفاع في الاسعار، وهتبقى ارتفاع الحبوب غاليه. فانت تقل النسبه، يعني تسيب مثلا عدد او تسيب نسبه قليله تقدر ان انت تبيعها. يعني تسيب نسبه قليله عندك في البيت تقدر ان انت تاكلها وتقدر ان انت تعتني بيها كويس، غير اما يكون مثلا عندك كميات كبيره والتصدير واقف واللم واقف. حتى لو الاسعار قليله يعني حتى مش هيكون في بيع. تمام. انا عن نفسي بعمل كده. يعني انا دلوقتي عارف ان التصدير الفتره الجايه هيقف، لا يبقى انا ما اخليش عندي زغاليل ولا اخلي عندي شبابات، واخد نسبه من الطيور اللي هي بتفرخ. مثلا عندي 10 جوز استرالي،
هبيع منهم مثلا 5 واسيب 5 العد الشهر ده، وهبدا ان انا من خلال انتاج او من خلال الجروبات اللي على الفيس، او انا لو عاوز ادخل حاجه تانية هبدا ان انا ممكن لو عاوز اطور في المستوى هبدا اجيب حاجات مثلا اعلى. بدل مثلا ما عندي لاتيني ممكن اجيب مثلا قص قلب، قص مثلا قص ريمبوهات مثلا. يعني مثلا لو انا مثلا دلوقتي بعت 5 جواز عشان خاطر عارف ان السوق هيقف او عارف ان التصدير هيقف، بدل ما افضل اكل فيهم، لا انا هبيعهم. وعادي اقدر ان انا اشتري تاني من خلال الجروبات، او اقدر ان انا اشتري برضو من محلات، او اقدر ان انا اجيب باي طريقه. انا وفرت فلوس ووفرت اكل ووفرت مجهود وما خسرتش. تمام. بعد كده لو انا عايز ادخل بقى تاني مكان الخمس جواز اللي انا بقى طلعتهم شغالين، ممكن اعلي بقى في المستوى، مثلا اجيب قص مثلا ريمبو، اجيب مثلا قص انصاص، اجيب مثلا قص انجليزي. يبقى انا برضو قللت وما خسرتش في الفتره اللي التصدير واقف فيها. وفي نفس الوقت لما اجي ادخل تاني ممكن احدث من المستوى. تمام. ولكن عشان ما نعيدش اي حاجه احنا قلناها في الفيديو، عشان ما نطولش برضه عليكم الفيديو ده، نكتفي بهذا القدر وانتظروا ان شاء الله اللي حصل في سوق الجمعه. بكره ان شاء الله هنقول لكم برضه اللي حصل بالتفاصيل، وتقرير كده نقول عن الاسعار وعن اللم وعن حاله السوق الفتره اللي جايه. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو.